قضية فتح الحدود، نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر. الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما 3 أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم من الحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك اعمال ارهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش الارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود الاخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من كذا وما خلينيش نهضر. انا عارف الخبايا. صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد اكثر. انا ذاك الجزائر كانت هي ترأس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشرة. ونزيدك توصل الجزائريين او الاجانب بالاخص فرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. تاريخ وضح التاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليه نتاع دوله نافذه اوروبيه وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل في الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربه وما اعتذروش. غير كم تقبض عودك تركفوك عودك والفيزا وما نعرفوش. العلاقات بيناتنا راها آلاف السنين. واحد ما يشتمش المستقبل. يعني نقول لك يعتذر الشعب الجزائري قبل كل شيء، لأن من أهان آنذاك هو الشعب الجزائري. قال بغيتي دير لي الفيزا، أنا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سدوا واستريح. طاحوا مع سي اليمين فحل والجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك اين الحدود نبلعها. هذا ما كان هكا صرا. دروك بغاو يصلحوا العلاقات، لان علاقات اقتصاديه قويه كانت بيناتنا، والمستفيد مش بالضروره احنا. معليش احنا فيه طرف من الحدود نتاعنا سواء مع ليبيا ولا مع هذه عايشين معنا، عايشين نتقاسموا الشيء اللي كاين، مرحبا. ونعاودوا نبنوا، لان اليوم تجمعات تكتلات الجهويه انت ما تكون قوي الا ما تكون منتمي اليها. سمعت اقتصاد لما غدوه تبني اتحاد المغرب العربي فيه قوه نتاع يصير عندك 70 مليون مستهلك، اكثر من 70 مليون مستهلك، حتى 90 مليون نتحسب هذه مستهلك منتج الى اخره. ولكن احنا راغبين، راني نقول شكون راه يكسر في العلاقات بيننا وبينهم، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين تونس، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين مصر. انا ما متفق معاك، مانيش نهضر على شيء. انا داتني نعره على اولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل، واحد مولا 60 عام تخرجوا من الشامبره تاعو ما تخليش تيرفض المحفظه تاعو والضرب كود فيه، خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوه. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطه ونسمحوا وطلبوا السماح وكذا، وممكن تما الامور تصلح.